السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم طبعا شعلة جيمر. اليوم حيكون مقطع شرح شامل ومبسط يعني لقلوب من حديد يعني أو هارتس فايرون. وحنبدأ طبعا بالأساسيات. طبعا بشرح كإنسان يعني هارد كور في اللعبة. طبعا أنا كواحد هارد كور ما يدخل اللعبة أول شيء أتوجه له على طول وش الفوكس. طبعا هنا على اساس اختار الفوكس، يعني طبعا الفوكسات دائما تنقسم عندنا لكم قسم. الغالب جزء صناعي، جزء سياسي، جزء للجيش والطيران وما هو يعني كأي دولة ثانية. يعني مثل السوفيت عنده هنا السياسي أضخم شيء، جيش هنا، بحرية، طيران وصناعة. طبعا عندنا في دولة يختلف تبدأ فيه، بس في الغالب في دول زي ألمانيا، دولة زي ألمانيا الصناعة لها الأولوية القصوى ومن ثم السياسة. تخلص الجزء الصناعي اللي عليك وتروح للسياسة. يعني أبدأ في الفورير بلان. طبعا هذا الشيء يختلف من دولة لدولة، مش كل دول ثابتة بالصناعة. في دول لا، مثلا زي السوفيت أولويتك للسياسة، ولما الفوكس مثل ما يمديك تكمل الفوكس تمشي بالصناعة وقتها أو بالجيش أو بأي شيء. وحنبدأ الحين في حاجة ثانية نسويها بعد هذا، البناء. طبعا في الغالب يعني تقعد تبني مصانع مدنية مثل ألمانيا لين في سنة 38 ثم تحول ربر اللي هو هذا ثم حربي. بس مو كل الدول ثابتة على سنة 38. نروح له الوزراء. بشرح كم حاجة في الوزراء. أول شيء كونسيومر جود، عندك نسبة الشعب يأخذها من مصانعك عشان يعني الأكل الأشياء هذه، يعني كأنه المستلزمات الشعب بس الرفاهية والأساسيات. كل ما يمديك تنزل كل ما زاد دعم الحرب والتوتر العالمي. أو في حالة توتر موبيلايزيشن لازم يكون يعني في دولة عند أكثر من نص مصانعك. يعني أنت عندك 400 مصنع، يكون عندك أكثر من 200 مصنع ونشاط مدني والحربي مجموع. طبعا عندك ميزة هي إنك تحول المصانع المدنية طبعا بتضغط يسار تحول حربي المدني، تروح يمين حتحول المدني الحربي. هنا حيجي فائدة الوزير الأول اللي هو هذا civilian to military factory conversion cost. هذا يقلل التكلفة حقت انك تحول المصنع من المدني للحربي، بس تزود سرعة انك تبني سبلاي هاب ومكان الامدادات في حال يعني انت عندك هذا اللي ممكن تشوفونه هنا. خلينا نروح نشرح الوزير اللي بعده. وار اندستري هذا يعطيك بف 10% على الحربي والدوكيارد والفيول سائل. الفيول سائل طبعا هي خزانات النفط لهذه. عندنا اللي بعده هذا طبعا كابيتال اندستريال، هذا يعطيك بف على المدني وسكي حديد والريفاينرز اللي حقت النفط والبنى التحتية. هذا يعطيك التحصينات الأرضية والبحرية والانتير. بعض الشخصيات ما تلاقيها في كل الدول من ناحية بفات اللي تعطيها. ها طبعا شخصية في الطيران يعطيك يرخص لك الفترات ويعطيك بوتيكال باور. طبعا 15 بوتيكال 15% معناها عندها 1.40، يعني حيعطيك تقريبا 0.20 شيء كذا. فهي جيد. فاش جوبلز هذا يعطيك دعم حرب وفاشية. طبعا هذا ايش البريستر هذا موجود في كل الدول في الغالب. فالنون كور مانبور هذا هي نسبة المنبور اللي يجيك من المناطق النون كور اللي هذا مثلا تحتل بولندا وفرنسا وذي. فورجن سبريسف اكتيف افشنسيتي، هذا تأثير العمليات الخارجية على دعم هذا. والدمج تقلسون هي الدمج اللي يجيك من الثورات ضد الجنود اللي تحاطوا في الحرس أسلحة. فوكسك في الغالب أول سنتين على المشاة، البنادق والسبورت والمدافع، وتكون ما تعطي أي وجه للطيران. يعني الطيران ما له ذيك الأهمية يعني بشكل كبير أول سنتين. أول ما عندك التقنيات الكافية وما عندك الصناعة الكافية عشان تطلع منه. نفس الشيء طبقة الدبات، ما عندك التقنية ولا عندك المصانع الكافية، فتبدأ بإيش؟ بالمشاة. طبعا عندنا هذا تلاحظون هنا في شيئين اللي هي البرودكشن افشنسيتي والكاب. خل أمثلك إياها كأنها على الخبرة. أنت لما تتعود على الشيء تصير تقدر تسوي أسرع. فإيش؟ في الكاب هو الاعتياد اللي يبدأ عليه فيه 50%. افشنسيتي هي الحالية والكاب هي أقصى حد.
في شيء اسمه الجروث حقها اللي تقدر تطلعه في الابحاث تخلي زيادة اعلى. الزيادة هذه يعني كان سرعة زيادة هذا يعني الاعتمادية او الكفاءة حقت الشغل. فايت في الغالب لما تروح في بحث الصناعة يمين يعطيك البيس اللي تبدأ فيه، اللي هو لاحظ كلمة بيس اللي 3 خط، هذا اللي تبدأ فيه بالفعل أو ما تبدأ شيء جديد يكون موجود. وريتنشن اللي هو الزيادة اللي تصير. طبعا في اليسار ما يعطيك، ما يعدلك الكابس، يعدلك كمية الأوتبوت الإنتاج حقها. طبعا هنا عندنا كونستراكشن سبيد سرعة البناء وسرعة الإصلاح هذه، وهذا كمان زود الكاب. طبعا عندنا في يعني معامل هنا يعني هشرح كل شيء حبة حبة. طبعا السرعة هي سرعة كتيب اتش بي، هي حقة الأورجنايزيشن التنظيم. هذا هو الشيء اللي تشوفون الخط اللي يكون في العادة البرتقالي لما يروح تخسر الأخضر، هو اللي لما يروح تخسر الكتيبة، تنظيم الكتيبة، إنه لما في حال إنه خسر تنظيمها تنهار تتراجع. فهذا الشيء يزيد لما تزود مشاة، ويقل لما تزود التيلري أو حاجة معاها، وسوك لما تزود شيء في السبورت. طبعا اورجنايزيشن يعني يحاول إنه لا يقل عن 30 شيء كذا، هذا شيء ثابت. حنبدأ ريفيرس ريكفري، هذا سرعة إنه الكتيبة تنظم. السنسيتي هذا طبعا هاي الشيء ضد اللي هو لما تحط هاي الكتيبة كقوة تأمين للمناطق المحتلة. وزيد هذا في الغالب بالميليتري بوليس، أنا هحط ميليتري بوليس. شوف زيد 8 تزيد كم السبريشن، زيد السبريشن شوف زيد 16 و 13 الحين لما ارفع شوف كيف حيصير، حيصير 17. خل شوفوا الحين بيصير كم 18. فهذا الشيء طبعا تمسك المناطق المحتلة. وحنبدأ في الشيء الأهم اللي هو في الصف الأيمن الأوسط، يعني السوفت ستاك. خلينا نقول الهجوم الناعم بالبنادق بالرشاشات المدفع، يعني هجوم يمشي أكثر شيء ضد المشاة. الهارد اتاك هو أقوى ضد المدرعات الدبابات، بس مع ذلك يعني له تأثير. اير اتاك طبعا ذا ضد الطيران، والديفنس هو الدفاع حق الكتيبة، والبريك ثرو هو الاختراق. اختراق الانفنتري ما هو شيء مهم، انه ما شغلتك في الانفنتري تخترق شغلتك انك تدافع. ارمر هي هالارمر البيسك حشرحها افضل شيء في الدبابات، ايش تفهمها؟ انتريشمنت اللي هو التحصين حق الكتيبة اللي هي الخندقة، انك كتيبة خندق. وعندك ايك كابتشر ريشو، هذه قديش تقدر تمسك، نسبة انها تمسك اسلحة لما تهاجم او تحاصر. لما تحاصر كتايب نسبة الزيادة انك تمسك اسلحة. طبعا عندنا الكومباتوث. الكومباتوث هذا الشيء الاساسي في تصميم اي كتيبة، يعني من ناحية هذا لما تروح في اي مكان. هنا كومباتوث 84، خلينا نشوف مكان ثاني 78 90، الثابت اللي تمشي عليه 90. ايش اللي يصير يعني؟ كومباتوث ببساطة هو سعة المعركة. هيكون عندي الإمكانية ب90 وث اللي هذا أن يدخل بس 3 كتائب منها في ذي المعركة. حتى لو هجمت ب9 كتائب في نفس المكان، الكتائب اللي حتتقاتل بشكل فعلي هي 3 كتائب. طبعا في تصميمين في العادة تستعمل، اللي هي اللي هي 9-4 9 انفنتري 4 ارتيلري، أو 7-2. يعني تصاميم مفضل يعني في اللعب. ليك تصمم عاد في مثلا الناس يروحون 10 وث، وفي السبورت مثلا في ناس بيسوي مثلا يسوون كذا 9. طبعا كوباتة تختلف من مود لمود. نفترض اني بصمم الحين دبابة عندي كم عامل. طبعا سرعة الدبابة افضل شيء لا تخلي تزيد عن 10، لانه اساسا بتحطها مع شاحنات ميكانايزد. سرعة الميكانايزد تكون 10 والشاحنات فما في زايدة انك تزودها اكثر من 10. الحين نرفع السرعة. طبعا هذا محرك يعطي اعتمادية ريبابيلتي افضل. بيترو هذا طبعا يعطيك شوية بريك، بس انه مكلف. سعر الدبابة زاد، وكمان لما تزود الشاشة الدبابة تصير التكلفة اعلى. هذا الارمر الدرع حق الدبابة يمديك انك تقلل تاخذ درع اضعف، بس يعني ايش اللي صح تحصل تكلفة ارخص بكثير. لو ناقص 20% من تكلفة الدبابة يمديك ترفع شوية تاخذ ارمر
واللي في الغالب انك تروح مع الكاس مع الويلدد. الانفيرتد يعني بحال انك تسوي دبابة يعني ما شغلت انها تقعد مثل انت اير حقت مدفعية شيء كذا، فحنروح مع الكاست هي الافضل، ما في حد بيروح مع الكاست. هذا طبعا نظام اللي هو الجنازة حقته، هذا ترسل بار يعطيك 15 ابيلتي بريك ثرو هنا، وطبعا افضل شيء مع السرعة. عندنا هنا راس الدبابة، عندنا هي طبعا هاي يفرق ايش بريك ثرو كمان ياخذ عدد ناس اكثر واغلى، وفي الغالب مع الثلاثة الافضل. طبعا هذه الميديم فيكس، هذه الانتي تانك الارتلري تستعمل لها. احنا طبعا الامبروفت ميديم كانون، هي الميديم كانون العادية هي تعطيك سوفت اعلى، اللي احنا قلنا ايش افضل المشاول هاي والهارد اتاك. الامبروفد هاي فيوشي اللي كان يجيك مع جهة انت تانك يعطيك بيرسينج، السوفت اقل. لا في الغالب تحتاج بيرسينج اكثر، خصوصا اذا ضدك ملتي بلاير ناس. اذا انت ما ضدك ناس يعني روح عادي مع اللي هو الميديم كان العادي. ليش الفرق؟ انه احنا عندنا شيء هنا اسمه البيرسينج والارمر. خليني اشرح لك البيرسينج والارمر بشكل بسيط. تخيل انت عندك بيرسينج اللي هو انك بيرسينج كانه رقم المدفع. ايش رقم قوة المدفع حقك؟ هل يقدر يدمر دبابة ضدك ولا لا؟ فانت مثلا لما يكون ضدك عنده مثلا 150 ارمر و125، هو يكون احتمال يعني امكانيته انه يصد طلقة الدبابة نفسها بالارمر حقه اللي هو الدرع اقوى، فالبيسك حقه ما يكون اضعف، كأنه مقارنة يعني بين قوة. يمديك تأثر عليه بس مع ذلك تأثير مو بأقصى القوة. فهنا يجي الارمر هو انك نفس الشيء بس هم بالعكس، انه تحصين دباباتك نفسها درعها. فهذه الاشياء كلها تلعب عليه. طبعا الراديو هذا تواصل دبات يعطيك بريك ثرو دفاع مهم، يعني ما حيسوي دبابة بدون راديو. عندك اشياء سبيشال. اول شيء حنبدا هذا يعطيك ريبيلتي اعتمادية اكثر، انا عن نفسي دائما احطه بالملتي بلاير. هذا يعطيك بيرسينج اعلى، شوف البيرسينج زاد 10%. طبعا هنا عندنا اشياء يعطيك ديفند ودفاع وبريك ثرو، بس هذه اشياء في الغالب ما تفيد، يعني تعطيك بفات بس صغيرة في الغالب ما نستحملونها. بس في الغالب نستعمل الاشياء الثلاثة، حيعطيك ارمر ويعطيك بيرسينج ويعطيك اعتمادية، لي الاشياء الثلاثة اللي تحتاجها. نعم في طبعا اشياء ثانية تعطيك شوية سوفت اتاك، وفي بعض الحالات بريك ثرو طبعا، وتختلف ترى موزونيتها من مود لمود، وعاد ممكن يكون في اشياء زيادة اشياء اقل، بس في الغالب ما تستعمل. طبعا عندنا الشيء الاخير اللي هي الاشياء اللي تزودها تحت. طبعا يوم بحثت في الدباب قبل شوية، خل بسوي لكم سريع اللي هي هذه تزود اقصى حد يمديك تروح. مثلا بحثت هذا صار مدين اوصل 10، مدين اوصل 15 هنا، فانت لما تبحثها يصير عندك تعدل زياده. فخلنا احنا قلنا بالسرعه نرفع بشكل مقطع على الشيء عشان احنا قدر نطور في الدرع. يعني ارمر انا كان خل بوصله بحيث ان السرعه تكون 10، يلا 10 كذا. ارمر 117 دبابة جيد. نفس الشيء بدك تطبقه على اللي هو التانك ديستروير. بس التانك ديستروير تركز فيها على انه يكون فيها بيرسينج اكثر، لأن تأثير البيرسينج في الدب في اللي هي التانك ديستروير اعلى من تأثيرها في المي. طبعا في التانك ديستروير بدك تحط هيفي ارتلري هو كانون ويصير عندك بيرسينج اعلى، ولازم تحول الروح حقها كمان تزبط. ما ينفع احط لكم نوع مرات. ايش بيرسينج عالي، ارمر عالي. ارمر صح ما في كثير، بس اهم شيء انه فيها بيرسينج، والسوفت حقها الهارد يعني طبيعي انه يكون سيء. في الغالب احنا نسوي انتير، بس يكون في الغالب انتير لايت. هذا الشيء يعني ما تحتاجه كثير هذا، فتكون هاي الاشياء اللي تعتمدها في الغالب. والتانك صار مو لازم، يعني حتى مشيت مع ميديم تانك، بس في الغالب تمشي ميديم تانك لوحدك كذا رول يعني جيم فيد، روح مع المدفع الثاني افضل لك. صح انه ما في بيرسك، بس في سوفت تحتاج وقت ضد البوتات. باخذ شيء جديد. طبعا عندك نفس الشيء تقدر تطبقه على العادية، بس انه كذا. طبعا عندنا ارقام اشرح لك اياها سريع. عندنا الماكس سبيد السرعه القصوى، الرينج مدى الطياره وين تقدر توصل، الويت اللي هو الوزن حقها، والثرست هو قديش تتحمل وزن
حقه يعني هي تحمل 15. اير ديفند هي دفاعها الجوي في المناطق، يعني بتحطه فوق ارضك، يعني فوق مكان فوق قديش تقدر تدافع. اير اتاك هجومها تحطه في اير ديفند اللي هو دفاع الطياره نفسه، يعني صحيح اير اتاك هو هجومه يعني عندما تهاجم. الاجيلتي اللي هي رشاقه الطياره يعني لما تتناول، وهذا اير سبيريتي اللي هو امكانيتها على السيطره. والنافال اتاك هي هجومها، امكانيتها الهجوم على السفن. والنافال تارجتينج تجيب نفس الشيء. اتاك هجوم الارضي يعني كاس، يعني كانها دعم. والستات بومبنج اللي هو قصف استراتيجي. المطور المحرك يعطيها يعني إمكانية أكبر وسرعة أضخم، ركزوا. والتو انجين يعطيها فلال ثرست أكبر، بس أنت طبعا حتسوي فايتر، وطبعا يعني تحتاج انجين عشان تخليه أرخص. طبعا عنده في الإضافات عنده درايف بريكس، هذه كأنها لما تجي طيارة تعرف الكائن يعني طيارة الكاستنز وكذا، هذا درايف بريكس. السليحة تخلي تمشي على المويه. دروب تانكس هذه تعطيها مدى أبعد كأنها خزانات زيادة. أرمى بليت يعطيك دفاع طيارة. طبعا احنا في الغالب نروح مع ايش رينج، يعني في حال رينج ما كان يفرق معاك، بس في الغالب انه طيارة تروح مع الكرسي هذا يعطي دفاع وزن خفيف. هنا نروح بالمدافع. طبعا عندك مدافع الكاس، هذا احنا قاعد نصمم فايتر معنا على كبير الحين، وهذا طوربيدو عشان تسوي الطيارة حقت قصف. عندنا 3 أنواع أسلحة للطيارات: لايت ماشين جن خفيف، هيفي ماشين جن ثقيل اللي كلها طبعا لها نفس الوزن، والكانون هو المدافع اللي تطلق هذا يعني مدافع صغيرة، يعني كأنها رشاشات ثقيلة بس طخ يعني مو شيء سريع. في الغالب لما تكون لوحدك تروح مع الهيفي ماشين جن، والغالب ليش انه ارخص. صح انه الكانون تقريبا السعر صح انه دبل الواحد، بس ايش مشكلة اساسية فيه؟ مو السعر، مشكلة اساسية فيه الاجيلتي، يعني ما في شيء تقدر تلعب عليه في فايتر 1. تقدر يعني الحين عندنا الفايتر 1 هنا فبان اجيلتي، بس مثلا لما نروح فايتر 2 لعب عليه خلينا نطور من هذا كذا اخر شيء. حنفترض الحين تبي تصمم طيارة ثانية فحيلعب على كان شيء طبيعي. يعني طبعا حتزود المرة لانك تحط ارمو بليت عشان ترفعها. جبتها مع الكانون يعني حتشوف اداء وقلت الاستاتو ممتاز. صح انه الوزن شويه، بس يعني حتضطر في النهايه تشيل واحد، ممكن تحط مكانه يعني هي ماشين جن يعني عشان تعوض. كذا عندك طياره ليفل ثاني ممتازه، طياره مستوى ثالث. حتشوفون يعني الفرق كيف حيكون. حنقول شيء اللي سويناه، حط حنفل المدافع ليفل 2. وصلنا لحد ثرست، حنضطر ايش حنسوي الحين؟ حنحط شوف مدفع ليفل 2 مع شيء حنحط وش. طبعا عندك خيار انك تحط هو ثالث، حيكون عندك اجيلتي اللي هو توب ثالث من 60. طبعا 8 اجيلتي ما ثابت، ولا حاول يعني لا تقل عن 50 في الحاول. سرعة، مدى، ولا اير ديفنس واير اتاك، يعني هاي التصاميم الافضل لكل يعني مستوى. يعني بدينا نقول لك وريتكم اياها كيف تصمم طيارة. طبعا الكاس لا تحط لها انتير وتحط لها يعني طورت تحط لها اللي هو التانك كانون تزود عليها هذا الشيء. البحرية طبعا شيء انا صادق معاكم ماني افضل واحد فيه، بس ححاول اكون جيد في شرحه. طبعا هذا اول شيء بالحامل الطيارات نحتاج شيء فيه رادار. طبعا البان كان ابحث عن رادار. يكون عندك أول شيء مدفع بطارية اللي هي باتري كأنه مدفع مفرد. عندك نوعين، مدفع هذا اللي يكون السفن أكثر، هذا اللي يقدر يدمر السفن والطيارات. الفرق بينهم مو يعني في الغالب لما يكون في نفس المستوى اللي هو 1-1 يكون حق الطيران أضعف شوي ضد السفن، بس الليفل الثالث يكون متساوي مع الليفل الثاني من ناحية ضد السفن وقوي كمان من ناحية الطيران. حنستعمله.
محركات اللي هي المحرك هذا. الرادار هذا هو اللي يلقط يعني شيء طبيعي انك تفهمه. السب ديتكشن حشرها كم رقم يعني بعد ما اسوي. الماكس سبيد هي السرعه الماكس شيء مدى السفينه وين تقدر توصل. تنظيم السفينه طبعا الكل شيء في تنظيم، والتنظيم حق الاسطول يزيد بالراديوات، ولما تحشر سفن اكثر في اسطول واحد قل تنظيم الاسطول. طبعا اتش بي اللي هي اللي حق السفينه ريبيلتي اعتماديه. سبلاي يوزر قاعد تستخدم موارد مان باور حق الارمر هذه. انتر ارمر هذه اشياء تنحسب في السفن الباقيه. لايت بيرسينج اللي هو البيرسينج حق السفن، بس لا طبعا عندهم في لايت وهيفي. هنا بيرسينج هيفي في الغالب سفن كبيره، واللايت ضد اللايت. كل يعني اللايت يقدر هذا يقدر ياثر على السفن الكبيره بس مو نفس تاثير الهيفي. واللايت تاكل له جو. انت اير تحطه عشان تحط السفن. هنا عندك خيارين، انك تحط ديك ارمر اللي هو يغلي السفينه بس يخلي درعها والهيد حقه وبس يبطيها شويه، او انك تحط هنجر سبيس وايش يعني تزيد مساحه اللي هي تقدر تشيل السفن 40 سفينه حتى يعني. في المكان هذا عندك خيار زياده تحط انتير، واللي ما هو مهم مره يعني غالبا يحطون مع هنجر، وهذا هو الشيء. يعني في الغالب تروح كذا تصميم شيء كذا يعني. في النهايه في الغالب شوف يكون فيها انتير. هذا تصميم ثاني تروح مع هيفي انجن نفس الشيء. طبعا تبى تروح مع هذا ليش فيها. عندك نوعين من الدروع حق الباتل كروزر والباتل شيب. طبعا حتختار باتل شيب، انت حتسوي باتل شيب. رادار طبعا فاير كنترول هو اللي كان التحكم حق السفينه، بس خلوني يعني اطوره. طلع ليفل جديد اللي هو طبعا يزود الان يزود في التنظيم هذا، وكمان يعطيك يعني كأنه هو الشيء يعني يتحكم في السفينه. شيء واضح فيها. انتر المدافع طبعا عندك تروح مع هيفي المدافع طبعا تبحثها في مكان السفن هنا تبحثها مع هذه. طبعا بحثها شويه. تحط هيفي باتري، تحط كذا، تحط هذا الايركرافت هذا كأنك تحط طياره حق استصلاع، فيعطيك سب ديتكشن هو لقط سيف ديتكشن بس يقل السرعه شويه. تحط واحد ثاني هذا ما يبحثه، تحط مدفع كذا مدفع كذا. انت كذا صممت حين باتل شيب ممتازه على كل المعرفيه. لا تبيرسنج كويس هيفي طبعا هيفي سفن هيفي فيها هيفي بيرسنج واتاك اعلى. وارمر انتر يعني انا بعلمك بشكل بسيط انه صراحه ما افضل واحد في النيفي زي ما قلت. الكروزرات فيها نوعين خفيفه وثقيله، اللي تحدد على حسب المدفع اللي بتحطه لايت او هيفي. انا بحط هيفي، وعاد اذا بتسوي يعني واحده كويسه تسوي نفس الشيء بس لما تحط الثانيه اللي تكون لايت. طبعا كروزر ارمر يوصل طبعا تدريب بس يقل السرعه ويزود السعر 25%. بس هو يعني شيء مهم يعني. هيفي طبعا حطيت هيفي ما بدك تحط معاه لايت خلاص، بدك تحط توربيدات بس التوربيدات افضل شويه في اللايت عشان اسرع، فالعب عليه شويه في هذه. طبعا هي مهمه في كل السفن. حط معها هذه. في حال انك تبغى تسوي فيها مايننج او يعني بدك تحط هذه، بس افضل شيء في الدسترويرات رخيصه تقدر تنزل منها اكثر. حوريك الدستروير الحين. دستروير يعني هاي دستروير شيء من اشياء من التوربيد. طبعا هي اللي فيها التوربيدات. طبعا دستروير اعتمد السونار والرادار على حسب ايش تصممها انت لها. سونار تبغى تخليها يعني تصد الغواصات، فيبالك وقت تحط ايش توربيدات زياده. طبعا حتى اللايت باتري هذه بدك تحط فيها كتير، وهذا حقت هذا بس بما انك تحتاج في السفن تحط لايت هذه. طبعا انت سمرين هذه تبحثها، هذه اللي تدمر الغواصات نفسها. حاول تزود منها وتحط معاها مثلا طوربيد زياده او مدفع حسب تحتاجه. حزود طوربيد انا هذه ضد غواصات. حاجة اصمم واحده حق اصطياد سفن يكون فيها طوربيدات عالية تتحرك كذا بسرعه وايش وتدمر سفن كذا سريع. ايش تحطها فيها كم طوربيدين زياده، يكون فيها طوربيد واتاك اعلى اللي هو مره مؤثر يعني ضد السفن ترى الكبيره. يعني تخيل الطوربيد كذا يقول. هذا طبعا البحري بشكل مبسط ما اتوقع البحر شيء مهم مره، بس هذا يزود لك طبعا النفط اللي تخزن في السايلو
والموارد تجيك من هذا. طبعا هذا الخط يزود الموارد اللي عندك. شوف انا معاي كم حديد؟ 265 حديد. بضغط اللي بعده، خل احرك الوقت شويه. زاد، تلاحظون؟ طبعا في حاجه اساسيه هي تلفيل الجنرالات. طبعا في كم هاي طبعا الاشياء هاي تحدد على اساس ايش الجنرال بتختاره. في جنرالات من هذا، شوف هذا هاي ما تأثر على الاكس بي اللي يجي، انه كل قائد في اكس بي. يعني خلينا نشوفه، يحتاج شيء يطلع حاجه اكس بي، والاكس بي يطلعه بالمعارك. في شرط كمان صغير انك تستغله، يعني انه عشان تطلع اكس بي للدبابات لازم يكون الدبابات اللي في كتير في الجيش 40%. مثلا كان عندك تبى تطلع طور مثلا 4 دبابات، بس عندك 4 دبابات وتبى الجيران ليفل بسرعه، ايش تحط مع ال4 دبابات 6 مشاة عشان يصيرون 40% من الدبابات ستيل انفنتري. فلما تهجم بالمشاة يطور الدبابات كمان، اللي هو يعتبر شيء كأنه جلتش بس حركة تركي عشان تلف بسرعة. طبعا تاخذه بالمعارك. طبعا في الغالب في اسلوب المايكرو احترافي يعني نسوي كذا، نحط مارشال او جنرال يعني كان يكون، تحط مهمة دفاعية ساحل في مكان، تحط خطة هجوم. طبعا عندي شيء هنا في اشرحها في الكتاب. الشرح شوية حوسة بس ما بحاول انظم شوي، نوظف كثير اشياء يبغالك تفهمها. هذا انتريشمنت اللي هو الحفر الخندقة، هل هي كده مكتملة ولا لا؟ تعرف خطين، خط اللي هو مستوى الكتيبة، خط اللي هو التخطيط. طبعا التخطيط ما في، بس بجرب احطها على الحدود من في خطة هذه. شوف صح لازم نسوي خطة. شوف التخطيط بيبدأ يزيد. طبعا لو حذفت الخطة او حطيت يعني نفترض انك حذفت الحركة الدفاعية هذه، حطيتها كذا، قعدت تحركهم بس كذا لوحدهم بدون ما تحط المال، ما حيجي التخطيط، حيروح التخطيط. عشان كذا الدبابات ايش تسوي ذي الحركة ايش؟ عشان تقدر تتحكم بيها بحرية، نحن دائما نسويها في نفس الوقت تستمر انه معاك بتخطيط. فهمت كيف؟ في حركة تركي، يعني كأنك حرفيا قاعد نخدع اللعبة في ذي الحركات. صح الشركات تعطيك بفات صغيرة مثلا على الصناعة هنا، او الالكترونيات، الطيران تعطيك بف على الفايتر، على الكاس، على القاذف، على الطائرات بتوسط زي الهيفي فايتر او الساجك بومبر او طيارات هذا السفن. هذا يعطيك سرعة واعتمادية، تواجه ترى حسب هذه يعطيك بف مثلا سرعة التنظيم، هجوم مظلين، مدى السفن، اتريشن طبعا هو نقص الامدادات، مثلا يكون في كمية ضخمة من الكتاب في مكان واحد كذا. صار فيها ترشين خمس مدينة مثل مكان بعيد. هذا ترشين اترشين تخسر كسلحة. شوف كمية قاعد اخسر بسبب اترشين. شوف طبعا ذي الاشياء كلها ايش كيف تطلعها. طبعا انت الحين تعمل جيرات هنا اوفيسر كوربس روز، هذه تكلك تعطيه يعني يكون في المجلس العسكري حسب الشيء تقدر تعطيه. يعني هنا اعطيك في الاترشين هذا. طبعا لما تختار حسب ما انه هذا جنرال حيجيك هنا المارشالات اللي هم اللي يجون يكونون هنا، هم اللي يجونك هنا. في عند كل هذولا مارشالات على قولتنا. طبعا هذا قديش يطلع موارد، كل ما طلعت موارد اكثر يجيك بفات شويه، بس حلو كذا تخليه هنا في النص. وما اتوقع انه في شيء زياده لازم اشرحه، شرح يعني اساسي بس انك تشوفه. ويعني بس كذا فما له.